الذكاء والجمال إذا اجتمعا في شخص قد تحل عليه لعنة الملك ولعنة الأسطورة معا. كيف ذلك؟ في المقطع السابق تحدثنا كيف وصلت ساميراميس قاب قوسين أو أدنى من الملك عندما تزوجها أونس مستشار الملك، وكيف كان رأيها في الحكم سديدا وقويا. تقول الأسطورة أنها رافقت جيش الملك نينوس مع زوجها أونس وأعطت آراء كانت حاسمة في حسم المعارك، مما جعل الملك نينوس مذهولا بها، وفيما بعد أزاح أونس وتزوجها هو، وأصبحت ساميراميس الملكة بعد موت زوجها. دام حكمها 42 عاما، وانتشرت أساطير كثيرة كحبها للملك الأرمني آرا الوسيم وأنها قتلته في أحد المعارك لأنه رفضها، وأساطير أخرى تحكي عن قوتها وتوسعها في الحكم. وهناك تضارب تاريخي حول وجود شخصيتها أصلا، فيقال أنها التحريف الإغريقي للاسم الآشوري سميرامات، وهي ملكة حقيقية أم الملك الآشوري أداد نيراري الثالث البابلية الأصل التي تزوجت من ملك نينوى شمس حدد الخامس. لا تنسى مشاركة المقطع ودعمنا بالاشتراك والتفاعل، وانتظروا القادم.